تخيل إن عبيد بيتباعوا في الأسواق هم نفسهم اللي هيقفوا قدام أقوى جيش عرفوا التاريخ. احنا النهاردة بنتكلم عن المماليك، الناس اللي غيروا ميزان القوة في العالم الإسلامي. المماليك ما كانوش قبيلة ولا عيلة ملكية، كانوا أطفال بيتاخدوا من آسيا الوسطى والقوقاز ويتجابوا مصر يتباعوا كمماليك، يعني بشر مملوكين لأشخاص. لكن اللي بيميزهم إنهم من صغرهم كانوا بيتربوا على حاجة واحدة بس، وهي الحرب. فروسية، سيوف، رماح، انضباط عسكري، حياتهم كلها كانت تدريب. ومع الوقت المماليك بقوا أقوى قوة عسكرية في مصر، أقوى حتى من السلاطين. وفي سنة 1250 بيحصل شيء غريب جدا في تاريخ الدول، وهو إن الجيش هو اللي يمسك الحكم. المماليك عزلوا الأيوبيين وأسسوا دولة كاملة بإيديهم، دولة مش قايمة على الوراثة، لأن اللي بيحكم فيها هو الأقوى والأذكى والأشطر في القتال. لكن هم لسه بيثبتوا حكمهم في مصر كان في خطر مرعب بيقرب من الشرق، وهو خطر المغول. المدينة اللي كانت بتقاومهم كانت بتتحرق، والدولة اللي بتقف قدامهم بتختفي. وسنة 1258 بغداد نفسها سقطت. وهنا بيجي السؤال المرعب، هو الدور جاي على مصر؟ انتظرونا في الجزء الجاي عشان نشوف ازاي اسم واحد بس خلى المغول لأول مرة يفكروا قبل ما يهجموا.